افكار اكلات لاخر الشهر لما الميزانيه تبوظ منك، بحب اعملها قوي قوي، وغير كده وكده تعتبر اقتصاديه شويه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم شجعوني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه هي فكره غريبه شويه، بجيب ايه؟ بجيب طاجن عندي او صينيه، بضيف ليهم واحده كده من الفيجيتار، تقدري هنا تختاري فيجيتار حار او عادي براحتك، واضيف عليهم نص كوبايه من الحليب، بدوبهم كويس جدا جدا. وبعد كده بيبقى معايا فلفلتين سبايسي كده، لو انتوا بتحبوا الحاجات تكون مشطشطه كده شويه، وبروح مقطعاهم واقطع عليهم رغيف من العيش الفينو اللي انتوا شايفينه معايا ده. بس انا هنا مش عايزاكي تكتري العيش الفينو، يعني يا دوبك هو الرغيف الصغير دوت يبقى ايه حلو قوي كده معانا. بضيف عليهم بقى ايه شويه حاجات عندك من التلاجة. اولا الوصفه دي تعتبر اقتصاديه الى حد ما، يعني مش هنضيف فيها حاجات تبقى غاليه. بضيف بقى الجبنه الفيتا، 3 قطع كده او 3 معالق. عندي قطعتين لانشون، ضفت واحده دلوقتي قطعتها كده بالمقص، وكمان 3 بيضات على قد ايه اللي هياكل معايا. وبعد كده ببتدي ان انا ايه البيض دوت اقلبه، بس بحيث ان انا احتفظ بشكل الجبنه الفيتا. يعني ايه؟ يعني ما خليهاش تبقى زي المعجون كده، فاهمين قصدي؟ تبقى شكلها باين معايا. بعد كده القطعه التانيه بقى اللي من اللانشون ديت بروح ايه مقطعاها وضيفاها، ومن فوق الوش كده اضيف ايه رشه من الفلفل الاسود عشان تضيع لي زفاره البيض. وكمان بضيف حاجه حلوه قوي، وهو الزعتر الجاف، لو موجود عندكم. مش موجود عندكم خلاص بلاش نضيفه. بضيف كمان معلقه صغيره من الزبده او السمنه، بتدي طعم وريحه يا جماعه حلوه جدا جدا. ممكن نضيف زيت، هو ممكن نضيف زيت بس مش هيديكوا الطعم اللي احنا عايزينه. باخدها كده زي الحلوه كده، واروح مدخلاها على فرن درجه حراره 180 على الرف الاوسط لمده 15 دقيقه. وتعالوا ندخل على الوصفه التانيه. الوصفه التانيه هي عباره عن قطعه واحده بس من صدور الفراخ، قطعه واحده اللي هي صدور الفيليه، مش صدر فرخه كامل، لا صدور فيليه. بقطعها حتت صغيره خالص زي ما انتوا شايفين معايا. والحله ديت بيبقى موجود فيها ايه معلقتين كبار من الزيت، واروح نازله كده بالفراخ ديت بتاعتي. بس اهم حاجه الزيت هنا يبقى ساخن جدا عشان تاخد صدمه معايا وما تفقدش السوائل. اقلب فيها تقليبتين، واول لما لونها يغير معايا، انا مش عايزاها تحمر ولا بحمرها ولا اي حاجه، لونها يغير بس كده وتتماسك مع بعضها، اروح رفعاها من الزيت. وفي نفس الحله دي هنعمل ايه؟ هنجيب كوبايه من المكرونه لسان العصفور، وممكن هنا نستبدل لسان العصفور بالمكرونه الشعريه اللي موجود عندكم او اللي انتوا بتحبوا تاكلوه، بس الحقيقه انا بفضل في الطريقه ديت لسان العصفور. هحمر لسان العصفور لحد لما ياخد اللون الذهبي، وبيكون معايا بصلايه صغيره خالص بشرها ناعم، وكمان طماطمايه شايله منها القلب ومقطعاها قطع صغيره، فصين توم كده حلوين، وشويه بهارات منهم الكاري والكركم والفلفل الاسود، كمان معلقه صغيره خالص من بهارات الفراخ، وواحده من مكعب المرقه لو انتوا بتحبوها، معلقه صغيره من معجون الطماطم، وقلب تقلبتين لحد لما كل المكونات تختلط كده مع بعضها. وفي الوقت دوت بجيب بقى الفراخ بتاعتنا او صدر الفرخه اللي احنا قطعناه دوت، واروح ضيفاه ايه عليهم. بضيف عليهم ايه كمان حبهان، بضيف ورق الغار. كل الحاجات ديت بتديني ريحه وطعم حلو قوي لوصفتنا النهارده. زودي الملح وما تكتريش عشان احنا ضايفين مرقه. وبعد كده تضيفي الميه السخنه جدا جدا، وهضيف 2.5 كوباية من الميه السخنه جدا. هقلب تقلبتين واسيبها على النار مرتفعه الاول. اول لما تغلي اهدي عليها النار خالص، واسويها اكني بسوي تسويه الرز العادي. هي كده شكلها اللهم بارك بقى خلصت. وتعالوا نشوف ايه اول وصفه معانا. اللهم بارك يا جماعه، عارفين الوصفه دي لو هعمل منها كل يوم والله ابدا ما ازهق، ولا بقى اخر الشهر ولا اول الشهر. هي اصلا وصفه حلوه جدا جدا. بجيب بقى العيش الميني بقى اللي انتوا شايفينه معايا ده، وبحب اعمل بقى سندوتشات جنبها. بقى اعملي ايه؟ تعملي مثلا طبق بطاطس محمره، طبق سلطه، والله ما هتقول لا. غدا هتنفع، عشاء هتنفع، ومغذيه وحلوه جدا ومكتمله العناصر الغذائيه. تعالوا بقى كمان نشوف وصفتنا التانية جميله قوي قوي. دي كمان دي مثلا ممكن نعمل جنبها طبق مسقعه كده، تبقى حلوه قوي. وانت كده عملتي غدا يكفي اسرتك كلها بمكونات سهله وبسيطه. على فكره المقادير اللي انا قلت عليها النهارده دي كلها بتكفي من فردين ل3 افراد. انتوا بقى هنا عايزين تكتروا او ما شاء الله اسرتكم اكبر، فانتوا
انتوا بتضاعفوا كمية المقادير كلها عشان تقضي الأسرة كلها. مش شرط يعني تلتزموا بالمقادير اللي انا بقولها، انت تاخدي الفكرة وتنفذيها. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو عجبكم المحتوى وشايفين المحتوى ده هادف، يا ريت تدعموني بلايك كتير وشير كتير. بستنى كومنتاتكم الحلوة اللي زيكم. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.